مبدئيا كده يا جماعه الفيديو ده مش عارف ابداه ازاي. يعني احنا وصلنا ان احنا بقينا نستورد، بقينا نتعاقد مش مع لعيبه، مع صحراء جايين من الكويت بقى وجايين من الخليج. يا جدعان والله انا شفت فيديو مرتضى منصور جاب لك ساحر من الكويت بيقول لك انا هضرب بيه بحه. انا شفت الفيديو بتاع السحر ده مش فاهمه والله يا جدعان. انا اتفرجت على السحر دون رايح يقول لك انا بحه ده ما ياكلش معايا. بيقول له ليه؟ بيقول له يا باشا بحه دون اصدار قديم، انا اصدار حديث. انا بحاول افهم ايه اصدار قديم واصدار حديث ده. بيقول لك انا شغال بسبع برامج، لكن بحه ده راجل هاوي لسه في المجال يا باشا، مش شغال ببرنامج واحد. انا قاعد بس بتفرج بقول هو انا سحر تليفون ولا ده كمبيوتر ولا مش فاهم. اصل انت بتتكلم على ايه؟ كمبيوتر تليفون. انا اول مره افهم ان السحر ببرامج. انا اول مره وربنا اعرف ان السحر دلوقتي نزل له ابديت وبقى فيه برامج، وشويه شويه يقول لك ايه. يعني مثلا لما تيجي تعمل سحر يقول لك يا ايه سحر، يعمل لك سحر مثلا حاجه معينه وتبدا حاجه تبوظ، تروح تكلمه يقول لك يا باشا انت جاي، تروح تقول له يا باشا التعويذه مش شغاله، يقول لك ما انت بقى مش متابع. لو معاك الابلكيشن بتاعي هتعرف ان في ابديت نزل للتعويذه جديد عشان يبدا يشتغل معاك. يعني انا مش فاهم. بيقول له ايه معايا تعويذات هتنقل الزمالك في حته ثانيه. الراجل اللي معاه كان بيساله بيقول لي طب عرفني برامجك ايه. بيقول له عرفني برامجك ساحر. بقول له عرفني برامجك. معايا برامج كتيره وهتفيد نادي الزمالك جدا. بيقول له زي ايه؟ بيقول له عندي برنامج تكتيكي، برنامج مهاري، برنامج خططي، برنامج للحاله النفسيه. انا معيش كاتب والله عشان انا بس ايه سرحت من البرامج بتاعته فبدات اكتبها في ورقه عشان ما توهش بس منه. برنامج سحر للتغذيه ولحراس المرمى عشان الكره ما تقعش من ايديهم ويبقى عندهم رد فعل عالي. لا، دي حلوه ودي محمد صبحي محتاج جدا. دي رساله مني. محمد صبحي محتاج التعويذه دي في اسرع وقت. تعويذه للتدريب وفي برضه الضغط العالي. احنا بس ايه انا طالبه منه ان انا ايه هقول له الزمالك كام تعويذه من الخطط بتاعتك دي. زي مثلا الخطط عشان اصولي ويخرف الفتره دي. شايفين احنا بيقعد يعمل خطط غريبه ودي برضه تظبط معايا الدنيا عشان اصولي وافكاره دي ممكن يلعبك فتوح حارس مرمى عادي. ما استغربهاش خالص مع اصولي. وعايزين ايه حته المهاري دي عشان ديها مثلا لعيبه نص الملعب. مش لعيبه نص الملعب عندنا رايحه في داهيه زي مثلا السيسي ورؤى. اللعيبه دي بتاخد الكوره بتروح منهم. فاحنا محتاجين المهاري دي نص الملعب. محتاجين ايه الضغط العالي. لسه قايل دلوقتي الضغط العالي دي حلوه عشان احنا اصلا اصولي بيلعب بضغط عالي 4 في الهجوم فدي هتنفعنا. فاحنا هنشتري منك 4 تعويذات بس. ده اللي احنا محتاجينه: الخططي، المهاري، الضغط العالي، حراس المرمى بس. لا انا بس ايه ببين لكم. بيقول لك لكن بحه راجل هاوي شغال ببرنامج واحد. انا راجل بروفيشنال. انا راجل لسه جاي بالتحديث بتاعي لسه في شوك. يعني رايح يقول له انا عملت تعويذتين مع الزمالك كسبوا الدوري السنتين اللي فاتوا. تخيل بقى لو اشتغلت معاه على طول. يعني انت عايز تعرفني ان احنا السنه اللي فاتت كل اللي احنا عملناه ده بسحر؟ يعني انت عايز تقنعني ان احنا السنتين اللي فاتت اللعيبه كانت بتموت نفسها حبها على النادي ولا جهدها؟ لا ده مش السحر بتاعك. لا الصراحه شابوه. الصراحه انا بعت لك شابوه من هنا. الله اكبر عليك. يا ريت تكمل معانا. يا ريت سياده المستشار طالما انت نجحت معانا وهو ايه بيصدق الحاجات دي. يعني لو رحت المستشار هيبقى زبون دايم ليك. اسمع مني مش هيبقى زبون مثلا مؤقتا، لا زبون دايم ليك. السحر ملوش حدود معاه. الراجل يقول لك انا عندي تعويذه اخلي الزمالك يكسب كاس العالم للانديه. والله حلوه وشاري. بس في مشكله صغيره اتقال لك في التعويذه دي بس، ان الزمالك السنه الجايه هيشارك في الكونفدراليه. هتعرف تحلها لنا؟ لو هتعرف تحلها لنا والله يبقى هناخد الباكج كله. لنا مشكله البطوله الكونفدراليه ونلعب في افريقيا زي الاهلي السنه اللي فاتت ازاي ما اعرفش. انت ساحر بقى المفروض تحلها لنا. ساحر هناخد معاك الباكج هيبقى شامل ان انت تخرجنا من الكونفدراليه تدخلنا افريقيا وناخد كاس العالم للانديه. قدرت تعمل الحته دي انا معاك شاري. لو كده احنا شاريين. المستشار هيدفع وفي حد ما بيتاخرش في السحر والكلام ده. هو بيتوصى الصراحه. المستشار في الحته دي ما تقلقش سداد. رايح يقول لك ايه اللي مش مصدقني بيقول لك عليه سابق تاريخ. عاملين زي الشركات يقول لك ايه اللي لو حدش مصدقني يروح يسال في الحته اللي اشتغلنا فيها. بيقول له اشتغلت فين؟ بيقول له يا باشا انا شغال منور في الخليج. اشتغلت في قطر والسعوديه وناس كتيره. بس له انا اللي مدي نصيحتي للهلال ان هو يجيب دياز. واول ما سمعوا كلامي وجابوه خدوا الدوري وخدوا الكاس. انا عندي القدره لسه. انا لسه يا باشا. انا لسه انت فكرني راجل عادي؟ لا لسه انا عندي مزايا كتير. يقول له ايه؟ يقول له انا عندي القدره انا اشوف اللعيب من بصتي ليه وشفته بس مره واحده هعرف اللعيب ده هيناسب الخطه ولا لا. يا الله اكبر على يا جماعه. انا حاسس ان الراجل ده اصلا شغال مع الشيخه خديجه المغربيه بتاع الجلب الحقيقي في 3 دقايق والكلام ده. وانا في الاخر كده اخد الموضوع على حته جد. انا بحاول ايه بحاول والله مش فاهم. يعني انا بحاول انزل لمستواكم مش عارف. والله بحاول انزل لمستواكم. انا مش عارف انتوا الافكار دي جت ازاي. وطلع في اخر الفيديو بتاعه بيقول لك انا عندي موهبه وهي الشعر. فحلو سمعني يا عم حاجه نفهمها. سمعني حاجه طبيعيه شعر يعني كلام عادي مش ممكن بني ادمين طبيعيين نعمله. المشكله بقى ان السحر كله تطبيل لمرتضى منصور. اول ما سمعت الحته دي انا عرفت ان انت ساحر
الله اكبر عليك هتنجح في الزمالك. اول ما وصلت ان انت تطبل لمرتضى منصور يبقى انت ماشي على الطريق الصح. هتخش معاه بقى في ايه، في فريق العمل بتاعه شويه كده، تطلع قناه الزمالك مع محمد رجب ومع عبد الحميد. لكن يقول لك يا باشا بحه ايه ده، بحه ما ياخدش معاه جوله، بحه ده راجل هاوي شغال في برنامج واحد، ده كلام بروفيشنال. انا بس كده يا جماعه، انا في الاول وفي الاخر انا مش عارف اقول ايه، يعني انا في الاول وفي الاخر انا بحاول افهم العبط اللي بيحصل، بس ايه يا رب بس ايه يوجب معانا في تعويذه نجربك، اللي هو نبدا ايه عشان نشتري منك بعد كده بطوله عربيه، خلينا نكسبها يبقى انت صحي الله اكبر، ما عرفتش يبقى احنا هنفسخ معاك العقد. مستشار صارف وجايب لنا ساحر من الكويت، احنا مش زي الاهلي بتجيب ساحر من الشرقيه والكلام ده، لا صحراء، احنا بنجيب صحراء بروفيشنال، بنجيب صحراء محترفين بره وليهم تاريخ بره في السحر، فاحنا جايبينه وطبقه هنا. انا مستني اشوف هتعمل معانا ايه في البطوله العربيه، ولو كده يا باشا احنا نجدد معاك. بس يا جماعه في الاول وفي الاخر ده كان رايي على العبط اللي حصل دون، واي حد يقدر يكتب مفتوحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.